السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنتكلم في حاجة جميلة جدا. أنا شخصيا بحب أتكلم فيها جدا مع أولادي، وهي خلق الحياء. هي إيه علاقة الحياء بالتربية الجنسية؟ صميم مهارات التربية الجنسية هو الحياء. الحياء بعد ما نكون بنينا صيام دوبامين وعلمنا أولادنا القدرة، علينا من خلال الصيام الإرادة، هيجي بقى هنا دور خلق الحياء. والحياء زي ما اتفقنا مش هو الخجل. وأكبر مثل ممكن نستخدمه مع أولادنا في شرح الحياء هي قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف وهو مراهق وتعرض لموقف صعب جدا. ظروفه كانت سيئة، كان بعيد عن أهله، كان لوحده، اتساوم بشكل كبير جدا إنه يا إما يعمل اللي اتطلب منه يا إما هيتسجن. ومع ذلك سيدنا يوسف برغم إن ما كانش حد من يعرفه موجود، وكان ممكن يعمل ده من غير ما حد يشوفه، لكن هو كان بيراقب ربنا وكان عنده رضا ربنا، والصح اللي هو بيعمله أقوى 100 مرة من نداء الغريزة. وده اللي احنا عايزين نعلمه لأبنائنا، إن الحياء خلق بيعلمه لنا رمضان وبتعلمه لنا سيرة الأنبياء. عشان كده محتاجين نحط ده مع أولادنا في مفاهيم عملية. يعني مش الحياء إن أنا أمتنع عن حاجة الناس شايفاني، أو ماما هتعاقبني، أو بابا شايفني. الحياء إن يكون عندك القدرة إنك تعمل الحاجة الغلط، بس أنت مش هتعملها عشان ما تليقش بيا، عشان أنا أكبر من إني أعملها. ده بالظبط صميم خلق الحياء، عشان ربنا شايفني. لو التلاتة دول موجودين في مفاهيم وأفكار أبنائنا، صدقوني هيبقوا أقوياء جدا قصاد أي إغراءات. أراجع معاكم التلاتة تاني. أنا ما أعملش ده عشان ما يليقش بيا، أنا أكبر من إني أغلط الغلطة دي، ربنا شايفني.